ها انا اختي كنتي كتسنايها نوريها لك. علاش؟ اول حاجه عطاتني هذه البلبوله كتجي واعره، هذه ديال الشعيره البنات كيديروها بالحليب في رمضان هكا بحال يسوق حشوه. هذه كتجي زوينه بزاف. هذه فكرتني في جدتي، جدات بابا الله يرحمها مسكينه، كانت كتطلع لواحد السطح ديالنا وكان ديك الريحه كتبقى كتحمر الشعير في واحد البانيو، ماشي بانيو كيقولوا بحال الجفنه بحال هكا كنقولوا ليه، كتبقى كتحمرو. كانت عندها الريحه كدير كتبقى كطحن هذه عقلات عليها مزيان. وعطاتني اختي الطحين ها هو باش اختي نبقاو نعجنو. هذا الطحين مخلط قالت لي الشعير والقمح، المهم باش نبقاو نخلطو. بس شرات ليا حتى هذه زوينه صراحه. انا كنت باغاها لقاتهم في كارفور وشرات ليها وحده وشرات لي انا وحده. هذه زوينه بصراحه، كتنشفي بها النعناع الربيع، كتكوني زعما حتى الفروي كتغسليه كتنشفي الفروي هكا الا بغيتي تخليه في الثلاجه. هذه زوينه. شكرا خالتي. والصفوف اختي الصفوف، ها هي الصفوف، ها الصفوف معلكه. شوفوا بالنسبه اللي غيسولوني على الصفوف لا تحطها ديك هنايا. بالنسبه اللي غادي يسولوني على الصفوف راه حطها في قناه مطبخ ام لطفي. غتهبطوا لاباغ ديالي غادي تلقاو تما القناه ديالها، راه انا حاطه اللين ديالها. الصفوف راه ما نقولش لك اختي، الصفوف راه واعره والله. وتقولي لي اي صفوف وتعياي تصايبي في الصفوف، شتي غتذوقي هذه والله ما باقا تجربي شي صفوف واحد اخر. انا كنقول لك شي حاجه اللي عايشه معاها واعره. انا خوتي ما كتصايب خالتي الصفوف كيقولوا لي حماتك صايبات الصفوف، نقول لهم خليني شي طاسه. صراحه الصفوف ديالها واعره. ودابا غنوريكم اختي الشباكيه. ها هي اختي الشباكيه اختي رمضان ما كيحلاش رمضان بلا شباكيه. شوفي يا اختي ها انت كي جاتك اختي الشباكيه مجعبه زوينه على حقه وطريقه، ماشي ديك الغلايضه اللي كتكون معجنه رقيقه شاربه العسيله كتحمق فنه. شباكيه اختي صورتها لكم فيديو وغادي نحطها لكم هنايا وشوفوا الطريقه ديالها، غير جربوها والله العظيم الا هاد الشباكيه صراحه. راه شوفوا هاد الفقاني هذا كامل كلاوه ولادي والمسيو ما خلاوهش، كان عامره الطاسه الفوق. صراحه الشباكيه واعره والله العظيم الا واعره. عرفتي انا دابا هادشي انا شبعت، انا كليت مقله ولا كندور وكنقب صراحه بنينه والله كتحمق. الله يعطيك الصحه خالتي. تبعوا الطريقه ديالها 100% والله شي غادي تنجح ليكم. عرفتي مسكينه عطاتني هادشي هذا، عطاتني الشباكيه، عطاتني عسيله حره حيت الحليب كيحمق عليه العسيله مع الزبده. عطاتني عسيله حره. نقول لكم عواش مبروكه، نخلي لكم بالصحه والهنا وزياده الرزق، وتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر والطريقه كيفاش، راه كلشي مبسط مفسر ان شاء الله. تعليك شباكيه غزاله بالصحه والراحه. هنا غنصايبوا الشباكيه. عندي في المكونات عندي كاس هنا هذا مخلط بين زيت بلديه وزيت روميه، وعندي كاس ديال الزبده نوازيط، كاس د ماء الزهر اللي ذوبنا فيه زعفران زغبه، وعندي هنا هذا يعني ما كاملش نص كاس، 4 كاس وشي حاجه ديال الخل. عندي هنا زلافه اللي فيها المكونات اللي دائما كنشارك معكم في ملي كناخذها من القوام ديال الصفوف. يعني هنا كاين اللوز والجنجلان والكاوكاو مطحونين مع بعضياتهم، واللوز اللي بقشره واللوز اللي منقي كناخذ منهم زلافه هما باش كنخدم دائما شباكيتي. عندنا المليحه، 2 معالق القرفه، 2 معالق النافع، و2 معالق حبه حلاوه، واحد ساشي ديال الخميره الحلوه، وعندي جوج صفار ديال البيض. والمليحه بطبيعه الحال ضروريه. وانا هاد المكونات هادو بس سهلت على راسي خديت هذه فيها 2 كيلو. هاد المكونات كاملين كيخدموا لنا 2 كيلو ديال الحلوى، خديتهم معبورين بحال هكذا. ها هي 2 الكيلو من هذا النوع هذا حلويات ديال دقيق الزا. صافي دابا غنمشيو نخدموا مع بعضياتنا هاد المكونات كاملين. اول حاجه غادي نجيب المولينيكس ديالي، نحيد هادو. هنا خديت الكاس ديال المولينيكس، غندير فيه ديك الكاس ديال ماء الزهر مع خرقوم، ندير الزيت. ديك الكاس غنشلو نفرغو حتى هو. غندير هنا الخل،
راه تبارك الله كميه كبيره، لان راه الزلافه كبيره. شوفوا تبارك الله شحال ديال القوام. غنخلط حتى القرفه حتى النافع. حبه حلاوه والمليحه وهادوك صفار ديال 2 بيضات. وغندير ما الزهر باش يطحن ليا مزيان. هنا ديك الكاس ديال الزبده قبيله ما درتوش باش ما يطيبش ليا البيض حتى برد، يعني بقى غير دافي شي شويه وصافي. عاد غادي نزيدو، راه نوازيط هاد الزبده طايبه حتى تحيد منها الحليب. هنا هاد المكونات اللي طحنت كاملين غنصفيهم باش ما ملي نكونوا كنخدموا بالماكينه ديالنا ما تقطعش لينا العجين، الا دازت شي حبيبه د اللوز ولا ديال يكون ما مطحونينش مزيان بحال هكذا كاملين. دابا الخليط كندمجوه مع داك الطحين كامل، كان بحال هكذا حتى كيتلبس لينا كامل بداك الطحين. وكنكملوا العجين اما بماء الزهر ولا بالماء دافي اللي بغيتو. هنا البنات رانا درتها كتدلك، قسمتها على 2 غتدلك مزيان ان شاء الله. وديك الساعه نبداو نورقوها ونديروها في بلاستيكات ونخدموها مع بعضياتنا. هنا من بعد ما دلكتها ليا مزيان العجانه، عاود خلطتها مع بعضياتها كامله وعاودت ليها الدلكه بيديا باش نسجموا العناصر كاملين مع بعضياتهم. درتهم كواري بحال هكذا. غناخذ الكره الاولى ضروري كنغطيو بمنديل، ندير لهم هكذا، ندير ليها هكا كتجي خدمه سهله. كنهضر كندير لهم البنات بحال شكل الرغيفات، كندير هكا وكنقلبهم هكذا، كنحاول نجمعهم بحال هكذا ونقطعهم بحال هكذا باش يجيوني على حساب الماكينه. كما كتلاحظوا قطعتهم على 4 بحال هكذا، وغندير في البلاستيك. ضروريه باش الشباكيه ديالنا منها كتطلق راسها بحال كتدلك تتعاود تدلك، ومنها ما كتنشفش لينا. دابا كاملين داك الكواري غندير لهم نفس العمليه، غنورق ونقطع بحال كذا ونحبس في الميكا. هنا من بعد ما كنقطع دوك اللي قلت لكم كنخليهم يرتاحوا، دوك لي شيت كنديرهم هنا بحال هذا الشكل، وكنعاود نقفل عليهم. قطع سميطات على القياس اللي غنخدم بهم بحال هكذا. دابا اول وحده هذه كنعطيها شويه العرض غير شويه، وكنزيدها شويه الطول، غندوزها في الماكينه. هنا انا كنخدم بالرقم 5 لان عندي الرقم الصغير انا هو 7، يعني 7 بحال كنخدموا برقم 3 في الماكينه الاخرى اللي كيبدا فيها الرقم الصغير من 1. هنا عندي الرقم 7 6 5 هو اللي خدامه به انا، بحال رقم 3 في الماكينه العاديه اللي كتبدا من الرقم 1. وغنخدم بهذا ها هو كيجيني ساهل، ما كيسهل عليا الخدمه. وكنحاول نجيب هاد السميطات تقريبا قدو كيبقاش ليا لي شيت بزاف صافي، وكنبقى نضغط غير بحال هكذا. كنحيدو هاد لي شيت هما اللي غنعاود نخدمهم ملي كنبغي نجبد واحد قطعه اخرى اللي غادي نصايب بها الشباكيه بحال هكذا صافي. كنهز عندي هنا 5 ديال الاشرطه، غندير 2 فوق 2 بحال هكذا، وهذا كنجيبو هنا عند هاد 2 الاولين بحال هكذا كيجي هنا.
كنشد ليه القنيسات ديالو، كنتكي عليهم مزيان بحال هكذا، كنخشي يدي في هذا الثقب هذا وكنجبد، كنحطها الارض صافي، وكنجمع عليها القنيسات بحال هكذا. كنحط في الصينيه، نعاودو معكم وحده اخرى. هنا هانت جوج فوق جوج بحال هكذا، وهذا الثالث كنجيبو عند هاد الجوج الاولين بحال هكذا، كندير ليه كنسد ليه القنيسات ديالو بحال هكذا مع بعضياتهم، كنخشي يدي في هاد التقيبه، كنشدو هاد الاشرطه كاملين وكنفتح بحال هكذا، كنحصل على الوريضه ديالي، كنسد ليها القنيسات. ولا جاوكم هاد القنيسات كبار ملي كتسدو كتعاودو تنقصوا منهم بحال هكذا، وكتحيدوهم مع لي شيت حتى كتعاودو تردوهم. نشفات الشباكيه ديالنا ملي سالينا كنبداو بالطاوله اللي حطينا الاولى، هي اللي كنبداو بها، وكنديروا حمام زيت، والعسل ديالنا كندفيه شي شويه، عاد غنبدا كنقلي بشكل اللي كتوضح لكم الصوره. العافيه كتكون متوسطه، كنسخنوه مزيان الزيت وكنقصوا العافيه ديالنا، ما كنخليوش العافيه مجهده باش ما تلهبش لينا الشباكيه ديالنا وتجي محروقه من برا والداخل ما طيبش مزيان صافي. وما كنعمرش المقله بزاف، كنكون دائما حاسبه هاد المقله كتهز ليا 10 د الحبات، كنمشي 10 ب10 حتى كنكمل بحال هكذا. هنا ملي كتبدا كطيب راه كتطلع الفوق، وكنبقاو مقابلينها واحد الفرشيط بحال هكذا. وصراحه هاد المقيلات هادو اللي كتكون عندهم الشبكه تينفعوا بزاف في الشباكيه ولا في البريوات، في اي حاجه بغيتي تقلي كتجيك ساهله، ما كتبقايش تهزي وحده بوحده. ملي كيتقلاو راه كتهزي بالشبكه وكتحطي في العسل مباشره. المهم انا كنبقى مقابلها غير حتى يذهب اللون ديالها، عاد غادي نديرها ان شاء الله في العسل. حتى كندير 2 قليات 3 في العسل، عاد كنحيد عاوتاني داكشي اللي مسقطر من العسل، وهكا وحده يعني كنبقاو غاديين بالتتالي بحال هكذا. كنسقطرها مزيان، هذا هو اللوين ديالها. بعد ما تحمرات كنسقطرها مزيان كما كتلاحظوا صافي، وغنديها مباشره للعسل. هنا غندير لها هكذا، كنضغط عليها، كنسمعوها كدير ديك الصويط ديالها كتشنشن باش كتشرب العسل. وغنكمل الكميه كامله اللي عندي ونتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي. هنا مثلا ملي كنحيدها كنسقطرها من العسل، اللي حطيتها كنرش عليها مثلا الجنجلان باش كتبقى بحال هكذا. وملي كنعاود نحط فوقها منها الاخرى كتسقطر داك العسل كيشبر فيها مزيان الزنجلان.